تصريح خطير من قائد المنتخب السعودي سالم الدوسري يفاجئ به المنتخب الجزائري بعد فوزه على السعودية، ويصفع محمد نور بسبب محرز شاهد. ماذا قال؟ ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وسعيد بفوز المنتخب الجزائري فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم في جدة في قلب المملكة. وفي ليلة أرادها سالم الدوسري استثنائية، ليلة مباراته رقم 100 مع المنتخب السعودي، تحولت الفرحة إلى صدمة، وتحولت الاحتفالية إلى ألم بعد أن فاجأ المنتخب الجزائري الجميع وانتزع فوزاً أربك الحسابات وأسكت الجماهير وأطفأ الأضواء. لكن المفاجأة الحقيقية لم تأتي من الملعب فقط، بل جاءت من سالم الدوسري نفسه، قائد الأخضر، نجم السعودية، الذي خرج بتصريح ناري صادم غير متوقع بعد فوز المنتخب الجزائري على المنتخب السعودي، وقال: بصراحة أنا اليوم لست في أفضل حالاتي النفسية. هذه كانت مباراتي 100 مع المنتخب السعودي، الليلة اللي كان المفروض تكون ذكرى جميلة، لكن المنتخب الجزائري أفسد كل شيء. هذه هي كرة القدم، لا تعرف المجاملات، والمنتخب الجزائري اليوم كان أقوى منا، كان أكثر تركيزاً وأكثر رغبة وأكثر جرأة. أعترف، شعرت بمرارة الهزيمة، لكنهم يستحقون الفوز. المنتخب الجزائري برغم ظروفه. الصحفي يسأل: سالم، محمد نور قال سابقاً إن رياض محرز لاعب مغرور، وإنه لا يستحق كل هذا التمجيد. ماذا تقول الآن بعد أن سجل عليكم وتألق أمامكم؟ مع كامل الاحترام، محرز ليس بحاجة لكلامي ولا لكلام أي لاعب عربي حتى نثبت قيمته. يكفي أنه لعب في السيتي، يكفي أنه قدم لنا درساً اليوم في جدة. وإذا كان البعض يشكك في محرز، فأعتقد أنهم شاهدوه اليوم وهو يتألق أمامنا، شاهدوه وهو يفرض حضوره، شاهدوه وهو يسجل من ركلة جزاء بثبات كبير. محرز لاعب كبير، لاعب عالمي، ومن يقلل منه فهو يقلل من تاريخ البطولة العربية كلها، وليس من محرز فقط. أنا لاعب في موقعي، أعرف قيمة اللاعب الحقيقي، ومحرز لاعب محترم وشخصية كبيرة، ولولا هذا الاحترام ما كنت سأقول هذا الكلام اليوم، خاصة بعد هزيمتنا المؤلمة. نحن اليوم خسرنا، وهذه الحقيقة، والمنتخب الجزائري كان الأفضل. لا أجد أي مبرر ولا أي عذر، ولا أريد أن أبحث عن حجج. أقولها بصراحة، نعم، الجزائر أفسدت ليلة مباراتي 100، أفسدت كل شيء كنت أريد الاحتفال به. الصحفي يسأل عن كأس العرب القادمة، فقال: الحمد لله أن المنتخب الجزائري الذي واجهناه اليوم لن يشارك في كأس العرب بالمنتخب الأول. تخيلوا هذا المستوى، لو لعبوا بالأساسيين ما الذي كان سيحدث؟ الجزائر اليوم أعطت رسالة للجميع أنهم مهما ابتعدوا ومهما غابوا يظلون منتخباً خطيراً. أبارك للمنتخب الجزائري، الفوز مستحق، والأداء كان كبيراً، واليوم أثبتوا أنهم منتخب كبير لا يموت، ونحن سنستفيد من هذا الدرس مهما كان قاسياً. وفي الختام يا أصدقاء، ادعوا معي: اللهم كن مع المنتخب الجزائري في كل خطوة، ويسر لهم كل صعب، وافتح لهم أبواب التوفيق من حيث لا يحتسبون. اللهم احفظ لاعبي الجزائر، واجعل النصر حليفهم، وثبت أقدامهم، وبارك في عزيمتهم وروحهم القتالية، واجعل راية الجزائر عالية خفاقة في كل ملاعب العالم. اللهم اجعل أفراح هذا الشعب العظيم دائمة، وانصر الجزائر في كل المواعيد القادمة يا رب العالمين. ولا تنسوا يا أبطال، ادعمونا باشتراككم الآن، واضغطوا لايك حتى يصل هذا الدعاء إلى كل جزائري يحب منتخبه. معكم دائماً، ولأجل الجزائر دائماً.